السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم غادي يكون تتمة للفيديو السابق اللي حضرنا فيه المكونات ديال اللحسة الصحراوية او المسمنة. فكما كتشوفوا معايا الفيديو السابق كنت شاركت معكم فيه الطريقة ديال التحضير ديال المكونات، كيفاش غادي نحمروهم، مكونات اللي ضروريه واللي غادي نحتاجو في اللحسه ديالنا. هنا من بعد فغادي نشارك معكم الطريقه باش غادي نخلطوا اللحسه ديالنا والمكونات كيفاش غادي نستعملوهم. هنا غادي تاخذوا دوك المكونات كاملين كما كتشوفوا معايا في الفيديو، راه واضح. غادي تاخذوا دوك المكونات كاملين اللي كيكونوا قاصحين، كاع دوك اللي كيكونوا ناشفين، دوك الاعشاب وحتى دوك المكونات كاملين اللي كيكونوا يعني كاملين كيكونوا شويه قاصحين، فغادي تخلطوهم بهذه الطريقه هذه. الا كانت عندكم طحانه يعني مزيانه في الدار باش غادي تطحنوهم احسن، ما كانش عندكم فغادي تجمعوا كاملين هاد الاعشاب اللي كيكونوا قاصحين شويه في الطحين ديالهم، غادي تجمعوهم وغادي تدوهم لاي عطار راه كيطحنوهم دابا، راه كاين اللي كيطحنوا هكا هاد المسائل هذا. فهنايا من بعد غادي ناخذ دوك الاعشاب غادي نطحنهم وغادي نخليهم على جنب. هنا غادي ندوزو المكسرات. هنا ما غاديش نخلطوا المكسرات مع الاعشاب، غادي نعزلوهم بوحدهم. بالنسبه للوز وكاوكاو والجنجلان الشوفان وداك الكوك وحتى الكاجو والقرقاع، كاملين هاد المكونات هادو كما كتشوفوا معايا غادي نعزلوهم بوحدهم، ما غاديش نخلطوهم مع دوك الاعشاب ودوك المكونات الاخرين. هنا غادي ناخذهم وغادي نطحنهم حتى هما وغادي نخليهم على جنب. بالنسبه للبذور الاكبي ما غاديش نخلطهم مع هاد المكسرات، لان هاد المكسرات غادي نطحنهم غير شويه، ما غاديش نطحنهم بزاف، غادي نخلي فيهم يعني شي طريفات يكونوا هكا مهرمشين. بالنسبه للبذور الاكبي غادي نطحنهم بوحدهم، غادي نطحنهم مزيان مزيان تيطلقوا لينا كاع دوك الليدام اللي فيهم. بالنسبه لحبوب اللقاح وداك الماكا غادي نخليهم اخر حاجه، يعني في الاخر عاد باش غادي نضيفهم. هنا من بعد ما طحنت دوك الاعشاب كاملين كما كتشوفوا معايا، ضروري انكم تغربلوهم لان كيكونوا فيهم بعض الاعشاب اللي كيكونوا قاصحين بحال البكبوكه بحال الكتيره، فهادو كيكونوا قاصحين، ضروري تغربلوهم وديروهم في شي اناء اللي يكون كبير باش غادي نخلطوا اللحسه ديالنا. هنا كما كتشوفوا معايا دوك المكسرات من بعد ما طحنتهم، راه يعني ما طحنتهمش بزاف، خليتهم تقريبا شويه مهرمشين. هنا غادي نحتاج الدقيق ديال الزرع اللي محمر في هذا البول هذا. بالنسبه هنايا عندي الجنجلان والكوك اللي خليتهم عندي محمرين، غادي نخليهم هكاك صاينين، غادي نديرهم في اللحسه ديالنا فباش ما تكونش ديك اللحسه ملسه. هنايا البذور ديال الاكبي من بعد ما طحنتهم. وبالنسبه لنا الاضافه اللي غادي تضيفوه عندنا القوفيه ديال الذره. هنايا غادي ندوزو باش غادي نخلطوا دوك النواشف هما الاولين، عاد باش غادي نوريكم باش غادي نجمعوهم. غادي ناخذ دوك الاعشاب من بعد ما غادي نغربلوهم، غادي نضيفوا عليهم المكسرات، من بعد غادي نضيف عليهم الدقيق ديال الشعير اللي كيكون مقلي، من بعد غادي نضيف عليهم القوفيه، غادي نضيف عليهم داك الكوك والجنجلان اللي خليتهم هكاك صاينين. الكوك راه عندي محمر والجنجلان حتى هو راه محمر، غادي نضيف عليهم دوك البذور ديال الاكبي. من بعد غادي نبدا نخلط هاد النواشف. حاولوا انكم تخلطوا هاد النواشف مزيان مزيان حتى يتخلطوا لينا كاملين. فهنايا بالنسبه للحسه راه نفس الطريقه اللي كديروا ملي كنحضروا السفوف او سلو. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما خلطنا دوك المكونات كاملين او دوك النواشف كيجيونا بهذا الشكل هذا. فهنا غادي نضيف عليهم ديك 100 غرام ديال الحبوب ديال اللقاح. تقدروا انكم يعني اللي بغاها يطحنها تقدروا انكم تطحنوها، فهنايا يعني مزيانه تبقى هكا، وفي نفس الوقت راه ما كتجيش ديك اللحسه ما كتجيكمش ملسه. فالسيده يعني اللي بغات هاد اللحسه هادي ما بغاتش يعني تكون منيله بزاف، فهنايا غادي نزيد ديك الماكا 100 غرام ديال الماكا وغادي نخلطوا هاد المكونات حتى هما بجوج اللي ضفنا على النواشف ديالنا. هنا بالنسبه للمكونات باش غادي نخلطوا اللحسه ديالنا غادي نحتاجوا زيت البلديه او زيت الزيتون، غادي نحتاج معها العسل ديال الليمون، وغادي نحتاج معها شكلاط نوتيلا. تقدروا تضيفوا حتى النيسلي الا بغيتو، فكيبقى لكم الاختيار. هنايا السيده بغاتني ندير لها فيها الدروه ديال الجمل، فالناس يعني اللي ما كيبغيوش وما كيستحملوش الريحه ديال الدروه ديال الجمل ما يستعملوهاش، يعني يستعملوا غير الزيت البلديه والعسل ديال الليمون او اي عسل نتوما بغيتو. فانا غادي ناخذ ديك الدروه ديال الجمل وغادي ندوبها. هنا غادي ندير واحد شويه ديال الملحه
وبالنسبه هنايا الدروه ديال الجمل راني ذوبتها مع شويه ديال الزعتر ومن بعد صفيتها. هنا غادي نزيد عليها زيت الزيتون. فهنايا الناس يعني اللي ما بغاوش يديروا الدروه ديال الجمل يعني ما يديروهاش، فيعني كيبقى لكم الاختيار، تقدروا ديروا غير زيت الزيتون والعسل. حتى الشكلاط يعني الا ما بغيتوش ما تستعملوش. فانا غادي ندير داك الدروه ديال الجمل مع زيت الزيتون، وغادي ندير العسل. من بعد غادي نبدا نخلط في هاد اللحسه. هنا ما تكتروش العسل لان غادي نضيفوا الشكلاط باش ما تجيكمش ديك اللحسه ديالكم حلوه بزاف، خصوصا يعني الناس اللي كيكون فيهم بوم زوي يعني يقدروا يستغناو على الشكلاط، يستعملوا غير العسل يكون بكميه قليله وزيت الزيتون. فالسيده هنا بغات الشكلاط يعني ضفت فيها الشكلاط ديال نوتيلا والعسل وزيت الزيتون. هنا غادي نضيف الشكلاط. من بعد غادي نبدا نعجن باش غادي نخلطوا اللحسه ديالنا. بالنسبه للناس يعني اللي كيكون فيهم السكر، اللي كيكونوا مرض بالسكر، فيستعملوا اللحسه كما هي. يعني من بعد ما كتخلطوا دوك المكونات كاملين مع بعض كتجمعوها غير بشويه ديال زيت الزيتون، يعني تبقى شويه دايره بحال السفوف، كون دايره بحال سلو، ويبقاو يعني يستعملوها يشربوها مع كاس ديال الحليب دافي اولا ياخذوها مع الياغورت الطبيعي بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم السكر. وبالنسبه للناس العاديين فطريقه الاستعمال ديال هاد اللحسه غادي تفطري مزيان مزيان، يعني تفطري الفطور ديالك مزيان. من بعد كتاخدي 2 معالق، ومورا الغدا عاوتاني ملي كتغداي غادي تاخديهم، وفي الكوتي ديالك عاوتاني، وفي العشاء عاوتاني كتاخديها. فهنايا بالنسبه للحسه ديالنا تقدري تاخديها غير مع كويس ديال اتاي، ديريها تاخدي 1 2 ولا 3 د المعالق وتشربيهم مع واحد الكاس ديال الاتاي. فراه لذيذه بزاف المذاق ديالها، ما تشبعيش منها، دوك الاعشاب ودوك المكسرات المذاق ديالها يا سلام. شفتوا معايا فالسيده يعني ما بغاتش اللحسه تكون ميدمه بزاف، يعني كاين اللي كيبغيها تكون ميدمه، غادي تبقاو تزيدوا الزيت وانتم كتجمعوا حتى كتجيكم مطلوقه. فانايا ضفت غير القياس، يعني ما بغاتهاش تكون ميدمه بزاف بهذا القوام هذا. فكما كتشوفوا معايا هنايا راه المكسرات كيبقاو يعني نتوما الا بغيتو تخليوهم مهرمشين كتخليوهم كيجيو زوينين في اللحسه باش ما كتجيش ملسه بزاف. وبالنسبه للناس يعني اللي كيبغيو يستعملوا فيها فاتح ديال الشهيه، الناس يعني اللي كيكونوا ما مرض ما بهم حتى شي حاجه وكيبغيو يعني يستعملوا فيها فاتح الشهيه باش كتعطيهم واحد النتيجه اللي بسرعه، فكيستعملوه كياخذوه وكيدقوه وكيزيدوه في هذه اللحسه هذه. فهذه بالنسبه لهاد السيده هذه بغاتها هكا، يعني ما ضفت فيها حتى شي فاتح الشهيه، بغاتها هكا بالمكونات ديالها طبيعيه دوك الاعشاب كاملين اللي فيها. فهنا كما شفتوا معايا كتجمع في اليد يعني بسهوله انك كتجمع لينا دوك الاعشاب ديالنا كاملين طحناهم، دوك المكسرات طلقوا لينا دوك ليدام، وعاد راه غادي تزيد مازال غادي تطلق ليدام لينا. هنايا من بعد راني دلكتها مزيان مزيان عجنتها يعني تطلقوا دوك ليدام كاملين دوك الزيوت اللي فيهم. من بعد هذا هو الشكل ديال اللحسه ديالنا. هنايا غير زوقتها يعني باش نشارك معكم يعني في التصوير باش نشارك معكم الفيديو. فهذا هو الشكل النهائي ديال اللحسه ديالنا، كتجي ولا اروع، واحد المذاق فيها اللي زوين بزاف. فكنتمنى انكم تجربوها، الناس يعني اللي كيكون عندهم مشكل ديال النحافه والناس اللي كيعانيو من المشكل ديال النحافه واللي بغاو يزيدوا في الوزن، فراه مكونات ديالها كامله طبيعيه، يعني ما تخافوا منها حتى شي حاجه. وبالنسبه لهاد اللحسه هذه لان ما فيها حتى شي ادويه، تقدر يعني تاكلها حتى المراه اللي كتكون كترضع، فحتى هي يمكن ليها تاكلها، الوليدات الصغار. بالنسبه للرجال يعني غادي تحيدوا منها غير دوك الاعشاب اللي كتكون بحال البكبوكه وبحال الكتيره وبحال الصوجه، غادي تستغناو عليهم بالنسبه للرجال. فهنايا بالنسبه للحسه ديالنا المراه اللي حامله هي اللي ما غاديش تاخذها لان فيها دوك الاعشاب سخان. فكما ذكرت لكم المراه اللي كترضع. بالنسبه للرجال بالنسبه للوليدات الصغار كلشي يمكن لهم ياخذوا هاد اللحسه هذه، المكونات ديالها كامله طبيعيه، يعني ما فيها حتى شي اضافه ديال الادويه او شي مواد. فاللحسه ديالنا كتكون بهذا الشكل هذا. بالنسبه للناس اللي كيبغيوها كمنتوج تجاري غادي ديروها في قريعات ديال الزاج اللي كتكون معقمه، غادي ديروا ديال كيلو او ديال نص كيلو، ويمكن لكم انكم تستعملوها كمنتوج تجاري. فالوصفه ديالنا هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى ان شاء الله تشجعونا بلايكاتكم وبالاشتراك ديالكم في القناه. فكنشكركم دائما على كل الدعم، كنتمنى نلقاكم في فيديو قادم مع وصفات جديده. مع السلامه.